قبل الفاصل كنت بسأل الحاج محمد عن الفلاحين وديونهم مع بنك التنمية والائتمان الزراعي. الحاج محمد برغش بيقول ان هو وصل في اجتماعه مع السيد رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور على 25 موضوع اتكلموا فيهم. من ضمن هذه الموضوعات هذا الملف على أثر هذه الجلسة قعد جلسة تانية منذ 8 أيام. أربع جلسات. أنا بتكلم على رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي. قعدنا 4 جلسات. 4 جلسات. أمال إيه؟ ووصلتوا لحلول. وصلنا لحلول نهائية والكلام ده. أنا بصدر لكن الناس لم تشعر حتى الآن بده، لأن في ملاحقات قضائية لسه ليهم لحد النهارده. أنا بصدر وعد على الهواء. كل فلاح في مصر من شلاتين للبحر المتوسط، من حدود ليبيا لحدود فلسطين، عنده مشكلة مع بنك التنمية والائتمان الزراعي، تليفوني عندكم في الاعداد، يتصل بيا وانا مستعد احل له مشكلته، لان الحل انتهى، الحل طلع، مفيش حد فيه فضل ولا جميله، لان ده قرار جمهوري وصدق فاوعد فاوفى. ايوه. فاي مصري على رقعه مصر كلها الرئيس وعد فصدق وتم التطبيق. نعم. مع البنك. نعم. البنك بقى الناس ليه لم تشعر حتى الان بهذا القرار الجمهوري يا حاج محمد؟ يا فندم لسبب واحد. لحد امبارح مثلا بينفذوا احكام على ناس. يا فندم، ايوه، اذا انت النهارده عندك ضيف بتقوم الصبح بدري تشتري اللحمه والخضار والرز عشان تجيبه لام العيال تجهز عشان الضيوف. أيوة. جاي لك ضيف. طب اذا عندك مشكله ما بتنامش وتفزع لها، صح؟ ايوه. لازم يكون في ايجابيه. اخواننا الفلاحين نداء، كل من له علاقه بدين للبنك فليذهب بحسن النيه، وان شاء الله معاه 100 جنيه يعملها مقدم تسويه ويدخل في دولاب التسويه. والبنك هيوافق؟ اي مشكله في البنك انا مستعد احلها على الهوا، وعد بطلقه على الهوا. طيب احنا برضه عايزين ناخد وعد من البنك. البنك اوعد يا فندم. بنتكلم عن دوله. اتصل بيا يا فندم تحت على الهوا. انا كفلاح هروح للبنك بعد التسويه اللي سيادتك عملتها والاجراءات اللي انتوا وصلتوا لها والاتفاقات اللي وصلتوا لها والتعهدات، ان اروح للبنك على طول لوحدي احل. الجمل هتتكلم مع 20 مليون فلاح دي صعبه قوي. قالوا الجمل طلع النخل، ادي الجمل ده النخل. حضرتك الاعداد يتصل بالهوا على الاستاذ عطيه رئيس مجلس اداره البنك ليعيد الكلام على الهوا هنا، لان اي تسويف من في هذا الكلام سيكون له اجراءات رادعه. ده كلام محترم جدا. انا بقول لكل فلاح هتستنى وتنام في بيتك وما تدخلش في دولاب التسويه، هيطبق عليك القانون والحكم والاجراءات القانونيه. هتروح تاخد عزالك وحياتك وتتجه للبنك بحسن نيه وتدخل في دولاب التسويه، هتدخل في الدولاب وهيترفع عليك الغرامات وفوائد التاخير ولا الغرامات التاخير والرسوم الاداريه، وهندخل كمان نطمع في جزء من الفوائد. انما اذا نمنا في بيوتنا وانسنا لقرار صدر، انت اللي هتعلك النار بلسانك، وانت اللي هتستلع من ايديك. الفلاح عليه يعمل ايه؟ عليه يبادر من غدا ويذهب الى بنك التنميه والائتمان الزراعي. انا صدر خطاب بالتسويه، انا جيت عشان اسوي. لما حد يقول له لا، يقبل اللي يقول لا نقول له طرش الدم. يبقى انت بتعطل دوله وبتهين وطن وبتخلينا نفقد مصداقيه رئيس جمهوريه ورئيس وزراء ووزير الزراعه ورئيس مجلس اداره البنك. دوله بالتالي. فلذلك انا عاوز من اخويا الفلاح، انا عمري ما كنت الا معاكم وحموت وانا معاكم. ربنا ماشي؟ صح. خلونا ايجابيين. كل واحد يفزع ويروح البنك، يبدا بوسيله حسن نيه عشان نطلع في الخطوه الثانيه، ننظف العكل والتراب، ونحل في الغرامات، ونحل في الرسوم الاداريه، ونحل في جزء من الفوائد. ما لم تذهب باخي الفلاح للبنك مش هيجي يخبط على بابك. عنده قانون وآلية قانون. طيب حاج محمد، واحنا في الفاصل كنت بتقول لي الفلاح عليه دور مهم جدا في المرحله طبعا اللي احنا فيها دي والقادمه. طبعا. انت كنقيب للفلاحين انا مش نقيب للفلاحين على فكره. مش نقيبهم. انا وكيل مؤسسي حزب مصر الخضراء. ايوه. والامين العام لاتحاد الفلاحين والمزارعين العرب. والقياده بتغير الاستقلال. طيب ماشي. كقيادي من قيادات قياده فلاحيه. نعم. انت حضرتك النهارده الفلاح مطلوب منه ايه؟ الفلاح مطلوب منه ثوابت معينه. زي دلوقتي لما يكون لا قدر الله عند حد عمل حادثه على الصحراء وبينزف، لازم اوقف النزيف وخيط الجرح لحد ما يبرأ. يبقى اول شيء لازم نصبر على الدوله لحد ما يشتد عودها وتطلع في الدولاب السليم وفي الحركه السليمه. اصبر عليها في الاسمده مثلا؟ لا، مش سيبك من حقوق الفلاح. مش انا بتكلم حقوق الفلاح. فلاحه يا فندم، حقوق الفلاح دي كلنا فلاحين يا فندم. وفار لي اسماد وميه. حقوق الفلاح دي واجبه غصب عن اللي ما يرضى. ايوه. انا بتكلم عن دوري الذي يقدمه للدوله. فضل. انا النهارده بيجيني الشهيد في الكفر والنجع والقريه، ببعت اخوه ثاني يوم الصبح منطقه التجنيد. وده اعلى قمه الانتماء للوطن بحب وليس بكره. بحب. بيقوم اخوه الصبح بدري، دفنا ولدي روح مكان اخوك. طيب انا عاوز المسؤوليه دي تمتد.
للشكل والظرف اللي فيه الوطن الان. في كل مكان وفي كل رقعه من الوطن شايف ناس بتموت وناس تنقتل. احنا اكبر مكون رئيسي في البلد، واكثر من 56% من عدد المواطنين، وفي الجداول الانتخابيه. لما قامت ثوره 25 يناير هل يشكي مصري واحد ان قصر عليه حبايه طماطم او عود فجله او عود جرجير؟ كنا بنحرس العربيه بعربيه سلاح عشان نجاهد اكثر من اللي كانوا في الميدان. ليه؟ عندما تطعم الافواه لا يوجد توتر ولا يوجد قلق. كنا حريصين على ان احنا نكون كذا. من 25 يناير للان دورنا لم ينقطع. نحن الذين ندعم الدوله ولدينا البيانات، ندعم المصري المواطن بحب ولدينا البيانات، ولم ننتظر الا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما طلبنا التسويه للفلاحين انا بكيت قدام رئيس الجمهوريه. السبب لان النهارده الفلاح عشان ينام في البيت ممنوع، لان هيجوا يقبضوا عليه، بيخطب بطانيته ويروح ينام في عز البرد، فالعيال بتلزق بعضها بدون غطا، وبيحدث ما يحدث. احنا بندافع عن كرامه مصر في كرامه الفلاح، لان الان مشكله الكيماوي غصب عن لما يرضى لازم تنحل، ولازم حقوق الفلاحين. واحده واحده بقى يا حاج محمد. نعم. مشكله الكيماوي ما فيش حاجه اسمها غصبانيه، لكن في حاجه اسمها اليات للحل. ايه اليات حل مشكله الكيماوي؟ وانت وصلت في لقائك يعني مع السيد الرئيس لايه؟ اولا لا مؤاخذه، احنا لما ناقشنا مشكله الكيماوي المشكله لها اطراف متعدده. اولا انت عارف اللي كان حاصل في عمليه الغاز وما الغاز والمحروقات اللي ايه والادوات وكل اللوازم التشغيل الخاصه بمصانع الاسمده. مصانع الاسمده بقى لها 3 سنين واقفه، اللي ما فيش مينتنس ولا صيانه، وقطع الغيار مشكله. شركات الاسمده قلنا لها غصب عنك ما تصدريش، وكل انتاجك للشركات الحكوميه او مساهمه فيها الحكومه، زي ابو قير للاسمده وزي الدلتا وكذا. قلنا انتاجك لازم يروح جوه البلد. عندك من غضب ربنا علينا السنه اللي فاتت طلع خطين انتاج، وكانت هتحصل مصيبه في المنصوره في شركه الدلتا، واتحرق خط انتاج. ليه من غضب ربنا علينا؟ لان جه بنعمل ايه غلط؟ عشان لا عفوا، لان جه في لحظه فارقه، لحظه احتياج. لحظه احتياج. احنا بكينا لما المصنع لوحده شغال والصيانه وقطع الغيار وكذا وكذا انفجر لوحده، مش صنعه كذا او اهمال. عشان ما نتوهش يا حاج محمد. نعم. انا عندي دلوقتي مشكله في السماد، ازاي تتحل؟ وهل هناك حلول اتفقت عليها مع السيد الرئيس ومع حلول التنميه ايضا؟ بنك التنميه اتفقنا مع وزير الزراعه، الذي دوما يتهم ان رئيسه يعمل ضد مصلحه الفلاحين. هو دلوقتي احنا اتفقنا مع وزير الزراعه. وزير الزراعه حط آلية لايه؟ لقطاع الخدمات لتوزيع الاسمده. كويس جدا. بطلها مين؟ الاتحاد العام التعاوني، اللي هي عباره عن ايه الآلية؟ الآلية لما قصدي ما هقول لحضرتك يعني. في 4 جهات ممثله للفلاحين في مصر. الاتحاد بيرأس كل الجمعيات التعاونيه الزراعيه، حوالي 7000 جمعيه، تحت منه الجمعيه العامه للائتمان الزراعي، تحت منه الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي، تحت منه الجمعيه العامه للاراضي المستصلحه. ايوه. دلوقتي البنك كان اخر حاجه ليه السنه اللي فاتت بيوزع 5 محافظات في الصعيد. اصبح التوزيع مباشره للجمعيات التعاونيه الزراعيه من خلال هذه الآلية الموجوده. انا عندي اقتراح، اذا كان فلاح بيشكي ان كيماويه ما وصلوش، فالخطأ خطأ انا كفلاح، لان انتخبت مجلس اداره ما قدرش يدافع عن حقوقي ولا يجيب لي حقوقي وانا قاعد مكاني. اولا شوف مجلس اداره ايه؟ الجمعيه التعاونيه اللي تابع ليها. طبعا. يا فندم في خريطه توزيع ما فيش حد فيها بياخد اقل من الثاني او اكتر من الثاني. الفدان ليه شكارتين بيطلع شكارتين، 3 شكاري بيطلع 3 شكاري. يبقى احنا لازم يكون عندنا رقابه على الاسمده من المصنع للجمعيه التعاونيه الزراعيه لمخازنها، من مخازنها رقابه حتى يتوزع على الفلاحين. حاج محمد، انا كل ده الحقيقه ما رحتش ازاي اوفر السماد للناس. انا بتكلم مع حضرتك. احنا كانت عندنا الجهات التنظيميه اللي مجالس ادارات الجمعيات الزراعيه والاتحادات والكلام ده مش قادره توفر، يدعوا الجمعيات العموميه ويشيلوهم ويجيبوا غيرهم. ده ابسط حل ان يكون، وتجريم المخطئ وكل دي امور. انا بس في سلبيه مهمه جدا. اتفضل. انا ما اتكلمش بدون ما يكون ليا فعل على الارض. انا لما اروح النهارده والاقي الكيماوي بتاعه بياخد غيري، عندي جهات امنيه، عندي نقطه، عندي جسم، عندي نيابه، ما اختشيش من عضو مجلس اداره فلان او ابن عم انتخبته فلان او خال انتخبته فلان، احط صوابع في عين التخين عشان حاجه. لكن الدوله موفره السماد. يعني لازم يكون في هناك عجز من 10 ليه يعني ظالمين الجمعيه؟ قدره المصانع بتاعتنا. يعني انا برضو مش عايز اظلم اعضاء مجالس الاداره. لا وانا ما بظلمهمش كل حاجه. يعني احنا بنناقش الموضوع من كف الجوانب. انا ما بظلمهمش. انا بقول
هل الدولة توفر السماد الذي يكفي الحاجة لزراعة كل الأراضي الموجودة عندنا؟ المصانع الحكومية بتكفي حوالي 70% أو 75%. 30 بيشتروه من مناطق من شركات السوق السوداء. لا مش السوق السوداء، الدولة بتشتريه من شركات الاستثمار الحر اللي في مناطق الحر، وتبيع بالسعر الرسمي للفلاح. يعني عليه دعم يعني. طبعا. طبعا. طب ليه ما بيوصلش للفلاح؟ عشان عندي مشاكل في آلية التوصيل بقى. يعني المفروض يكون في رقابة من خروج العربية من المصنع. المفروض الكارت اللي طالعه بيه لا يعتمد الا بختم الجمعيه نفسها وبتوقيع رئيس مجلس الاداره. لما يوصل الجمعيه يبقى في رقابه على آلية التوزيع. انا ما بتهمش حد بقول كذا لان انا رئيس مجلس اداره الجمعيه برضه زيهم. ماشي. وهنشتكيك لو طبعا السماد ما جنناش. لا انا جاتني الرقابه الاداريه مرتين. ايوه. عشان تتفرج ان انا باخد كيماوي او اهلي بياخدوا كيماوي ولا لا. ايوه. خدت راحتك. فالموضوع كله هي آلية متشابكة زي دورة دموية داخل الجسم. صحيح. تتواصل المية. كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، في صحة تمام، توصل المنظومة يعني صح. نطمن الناس ان السماد. انا اتمنى من اللي بيشتكي من السماد. ماشي. في وزير زراعة موجود. ما هم بيتهموا بالتقصير يا فندم. يا فندم مش قالوا الجمل والنخله؟ خلينا نحط الجمل قدام النخله. الجمل بخوفه ما يعرفش يطلع النخله. وانا كفلاح هعرف اروح للوزير وقابله يا فندم. عنده آلية. ده حضرتك احد اهم القيادات انا يا فندم مستعد اروح. وبتقول رحت لرئيس الحكومه من على بتوع الامن قالوا لك مش طيب ما هم من حقهم بقى، هم حرين. وانت بتقول وارد يكون كان موجود او لا. يا فندم انا كفلاح عادي وراجل بسيط على قد ما بعرفش افك الخط. اعرف اقابل وزير يا عم الحاج. هم لهم الحاج يستحسنوا ولا يحسنوا من يقابله. يعني انا ما اتهمش. لا انا بتكلم بدي مثال. لا الفلاح بيوصل وعارف ازاي بيوصل، بس ما يوصلش اعلاميا قبل ما يستنفذ الحلول السليمه. ينزل على الارض. احنا مش عاوزين اتكاليه. الفلاح اذكى ما يكون. الميه. والفلاح المنتج الوحيد في مصر. الميه. مشاكل الميه دلوقتي لا مؤاخذه لابد ان يكون لنا اجتماع عاجل مع وزير الري. وانا على الهواء بتكلمه اهو يا معالي وزير الري، لازم يكون الاجتماع عاجل معاك. انا اعتقد ان هو متعاون جدا. بالعكس ما الراجل ما ابداش اي شيء. احنا عندنا مشاكل الصرف الصحي والصرف الصناعي في مياه النيل. عندنا مصرف الرهاوي وكاتشينر والامور دي لابد يتحط لها حل. مش عاوزين مياه ملوثه عشان نروي زرع، عشان المياه الملوثه هتوصل للبهيمه تشربها يبقى هنشرب لبن ملوث. مش هنأمن على اطفالنا الصغيرين، مش هننتج غذاء امن. لابد من حل سليم بدايه من مصرف الرهاوي وكل المصارف التي يصرف فيها صرف صناعي وصرف بني ادمين. لابد من حل هذا الموضوع. ثانيا لابد احنا كمان عندنا لازم يكون ايجابيين. الناس اعتدت على الترع وحرام الترع يا فندم. وبعدين التطهير غير الاول. كنا نملك شركه الكراكات المصريه باذرع قويه وباعماق قويه. بعنا شركه الكراكات بيجيبوا اي حفار عادي ابو دراع 200 متر 3 متر ما بيعرفش يعمل ولا حاجه. ولذلك اصبح في مشكله في وصول المياه في نهايه الترع. تمام. حاجه حلها ايه؟ حلها لابد ان يكون هناك أجهزة مثل ما كانت مصر تملك شركة الكراكات المصرية، أو تعود شركة الكراكات المصرية بما تملك. هي الشركة موجودة يا فندم، اتباعت بس في معظم يعني معداتها اتباعت يا فندم. اتباعت الكراكات ما بقتش اتخصصت. هي اتباعت للدولة يا فندم وللعمال. هي اتحولت من قانون 203 للقانون 159. صدقني اتباعت بس راجع. الكراكات ايوه اتباعت وكتب زميلك محمد البنا. اقل شفاط فيها كان الله يجعل والديك الجنه ثمنه كان بيساوي 40 مليون جنيه. 54 مليون. اتباعت. طب اتباع اوسخ منها وامن قومي اتباع بنكله. طيب امن قومي شركه نوباسيد للبذور دي اهم. ما هي خلاص بقى بترجع اهي. يا فندم لا مؤاخذه ترجع. ما هترجع ايه؟ اراضي قحله ومفيش انتاج بذور. ولو مصر بدون منظومه بذور لا تحمل الامن القومي، لانها بتتعلق بالانسان والحيوان والضرع والارض والمياه وكل شيء. لابد ان تعود منظومه صناعه البذور تاني ايه لمصر. طيب انا معايا 5 دقايق. نداء. انا معايا 5 دقايق وعندي كذا سؤال الحقيقه عايز اقولهم لك ونجاوب عليهم. استاذنك في النداء للمستشار عمر الشريف. نقابه الفلاحين. ما ده سؤال انا هساله. فين نقابه الفلاحين؟ ارجوه ان يصدر اوامره لادارته الخاصه بانشاء قانون النقابه المهنيه للفلاحين والاسراع فيه، وان يتكرم بعرضه على الفلاحين لان يدلوا بدلوهم فيما يخصهم من هذه النقابه لانها انشئت من اجلهم. فلا بد ان تكون مواد القانون تخدم الفلاح وكل مشتملات العمليه الزراعيه. حاج محمد، انت لجأت في الاخر انك هتعمل حزب اسمه حزب مصر الخضراء. نعم. عشان تضم فيه الفلاحين طبعا. وعشان يبقى فيه تكتل ليهم يقدروا يمارسوا سياسه. نعم. وياخدوا حقهم بقى. طبعا. يعني زمان كنا بنسمع 50% عمال وفلاحين. احنا هنجيب احسن منها.
احنا هنجيب احسن منها. أوه. لان الحزب ده مكون اقتصادي. يعني حلم الزراعه المصريه لمده 100 سنه، عليه مكون تصنيع زراعي، عليه القريه المصريه تعود منتجه، عليه ما فيش عاطل في الريف والقرى والنجوع، وحدات انتاج البان، وحدات يعني حزب هيكون له نشاط اقتصادي يعني. هو الاقتصاد اولا واخيرا، وبعدين بنتكلم سياسه. طيب انا معايا دقيقتين وعايز اسالك عن سؤال اخر. انت ايدت الغاء نسبه ال 50% في الدستور طبعا. وكنت من ضمن الناس اللي هم انا يعني كنت من الناس اللي معارضين لبقائها طبعا. عندما تكون مصر في خطر فطز في المية طز في 50%. وكان كان بياخدها لواءات سابقين. أيوة يا فندم. وصحفيين زي حالاتي. أيوة يا فندم. يجيب عياده زراعيه ويترشح. وتغير قانون الاحزاب بيسمح لاي حد يعمل مكون الحزب بتاعه. ايوه. احنا يا فندم امنا ربنا على حاجتين. ان امنا على مصر ان لا تجوع ونزرع من اجل مصر، وامن ولادنا وفلذات اجدادنا ان يحموا مصر على الحدود وفي كل شبر فيه. يعني 50% ما كانتش فايداني فمش عايزينها. انا بس خدت حزمه جوائز بدلها اللي هي بسرعه الجديد. بسرعه ارجوك يعني ما جاء بالدستور الجديد، مش عاوز لا ما يخص الفلاح. ما يخص الفلاح. ثانيا لقاءنا مع رئيس الجمهوريه حل 80% من مشاكلنا. الناس تشعر بقى بالكلام ده. ما هو ده بقى اللي احنا عاوزينه بقى. يصب الوزارات تنفذ بقى. ايوه، في دورة السلطه التنفيذيه تنفذ التي تجعل الاستحسان والاستشعار شيء واقعي. اذا الحاج محمد برغش يطالب رئيس الحكومه المهندس ابراهيم محلب نعم. واعضاء حكومته بتنفيذ ما جاء او ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهوريه. في نداء لي لن تنجح الحكومه المصريه الا اذا كانت الزراعه اول همها. ثانيا يا سياده رئيس الحكومه، ما لم تكن ميزانيه الزراعه المصريه قدر ميزانيه وزاره الدفاع ووزاره الداخليه لن يكون هناك زراعه تؤمن مصر من الجوع. الحاج محمد برغش القيادي انا بس حبيت انوه في اخر كلمه. من يريد ان يشارك في عزاء الاخ المرحوم عبد المجيد الخولي اليوم والان في مسجد عمر مكرم العزاء الرسمي للاخ عبد المجيد الخولي رحمه الله عليه. نورتنا يا حاج شكرا. محمد. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل هيكون معانا الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم وزير الدوله لشؤون الاثار. وزير الزراعه لا بقت وزاره دلوقتي. وزير الاثار ما عادش وزاره الدوله. ايوه في التشكيل الاخير هم محيرنا مره مجلس اعلى ومره وزاره ومره وزاره الدوله. وزاره رسميه. ايوه هيكون معانا الاستاذ الدكتور محمد ابراهيم وزير الاثار في لقاء مهم جدا في اول ظهور اعلامي لسيادته معانا. واسيبكم مع فاصل ثم يعني حاجه عن تاريخ السيد الوزير ثم نلتقي بالسادات. وتابعونا ما تروحوش في اي حته، ده لقاء مهم جدا جدا سموه لقاء السحاب.